الرحمن الرحيم. خالد سرسيف، أستاذ مادة الرياضيات بمدينة القنيطرة، عضو جماعة العدل والإحسان. البارح بالضبط في المساء يوم الخميس 10 مارس كنا نعقد بمعية مجموعة من الإخوان في المنطقة هنا. كنا نعقد مجلس النصيحة في دار الأستاذ علي تيزنت. وهذا مجلس النصيحة هو مجلس داخلي كيضم الإخوان ديال الجماعة، وكنقراو فيه القرآن وكندارسوا فيه كتاب الله سبحانه وتعالى، بعض الآيات كنشوفوا بعض التفاسير، كنشوفوا أيضا في هذا المجلس وكندرسوا بعض سير الصالحين من الصحابة والتابعين. فإذا به وحنا في البداية كنسمعوا خباط ديال الباب بواحد القوة وبواحد العنف شديد. وقبل ما نهموا بفتح الباب، يعني ما نوصلوا للباب، وحنا يعني في الدروج ديال اللي كيديو الباب، رجال رجال السلطة، البوليس وأعوان السلطة يعني دفعوا الباب بقوة وبداو ودخلوا. وحنا في الدروج، يعني كنت مشيت انا، كان تبعني واحد الاخ ما عرفناش شكون حنا اللي كيدق بهذاك العنف. فملي مشينا بداو يلا زيد سيدي خرج عليا من هنا، خرج كيدويو بهاد الالفاظ هادي، خرج عليا من هنا. قلت لهم شنو كاين ياك لاباس، شنو المشكل؟ قال لك لا ما كاين حتى مشكل، خرج غير خرج، زيد خرج. الاخ اللي كان معايا مشى عيط على بعض الاخوان اللي كانوا في البيت. وقفنا يعني وحنا في الدروج. انا حيت كنت قبالتهم من يدخلوا، بداو كيجروا فيا. قلت لهم انايا راه ماشي معقول هادشي، دخلتوا بهذه الطريقه هادي. قال لك راه واحد فيهم قال لي راه امر من وكيل المال. قلت لي فينا هو؟ قلت لي فينا هو يبداو كيجروا هذوك شي وحدين لابسين لباس مدني، والامن دوك اللي لابسين الكسوه ديال البوليس، يعني كانوا يعني معمرين لتحت الدار. يعني دخلوا فاتوا الباب وواحد الشكل هادي وكيغوتوا يلا زيد خراج هادي. قال لك انت غتخرج معنا. بداو كيجروا فيا. كان هذاك الكرياج اللي في الدروج، شديت فيه حتى ان هاد لحد الساعه دابا راه مريوم وباقا كانت كاين الالم هنايا. شديت فيه وما كيجروا بقوه، ضربوني مع الكرياج. وواحد شد ليا القب ديال الجلابه، كنت لابس جلابه، هبطوا لي على راسي وكيجر وهما كيجروا، وانا شاد كرياج باليمنيه والاخر الكرياج الاخر في الطرف الثاني باليسريه وهما كيجروا. قلت لهم راه ماشي طريقه هادي، باش راه ماشي طريقه هادي، راه ماشي معقول هادشي. قال لك زيد اش من ماشي معقول، خرج علينا انت اللي حابس هاد الناس هادو. قلت لهم انا ما حابس حتى واحد وما محقكمش تدخلوا علينا بهذه الطريقه. بداو كيجروا تحاموا عليا، يعني جاو الاخرين البوليس اللي لابسين الكسوه جوج تاني بداو كيجروني وخرجوني بواحد الشكل اللي عنيف. خرجوني مع الباب تاني، عاد الباب اللي كانوا فرعوه الباب ديال الدار. بقيت شاد شويه ولواو لي يدي القب، مهبطينو لي على سميتو، لواو لي يدي، يعني واحد تبعني حتى اللور لوا لي يدي وضربني لظهري. وبعد ذلك يعني بقاو كيسبوا فيا بالراس زعما باش نمشي لبعاد. وهذا الشيء خلف السياء ديال السكان، يعني الجيران هنايا في ديك اللحظه فاش خرجت انا بانوا لي مجمرين، انا بزاف كيجريو عليهم وكيجريو عليا وباش ما نبقاش انا هنايا صافي. وبعد ذلك يعني رجعوا عند الاخوان باش يبقاو يخرجوا فينا واحد بواحد بنفس الطريقه. واثر ما خرجوا الاخوان، ولا في ديك اللحظه كيخرجوا الاخوان يعني مشاو كيطفاو الضوء ديال الدار كامله، طفاو عليها الضوء. الرحمن الرحيم. سميتي محمد بادي، عساس عند الحاج علي تيزنت في هاد الفيلا. سيدي جاو الاخوان اصدقاء ديالو، ملي جاو شويه بداو دخلوا حتى شويه كنشوفوا الامن جاو كلهم بانواع ديال الامن، واحد الرعب في الشارع بالطوموبيلات بالمناطر بهذا. حتى شويه حتى كنسمع الباب، انا ناعس في البيت ديالي ديال العساس فين كنجلس، راه فين هو. المهم جاو دخلوا بقاو كيضربوا الباب بزاف. كنقول لهم صبروا، ها السيد مول الدار جاي باش يهضر معكم. هما جاو دخلوا الباب فرعوه، بقاو كيزدوا حتى فتحوا الباب فرعوا الباب كامل، ها هو فرعوه كله، دقدقوه وحلوا الباب، حلوه كامل ودخلوا
دخلوا حتى لهنايا. ملي دخلوا كنقول لهم راه هذا الشيء اللي درتو عيب، هذا الشيء راه عيب، هذا الشيء راه ما يبغيش لا الله ولا الرسول. المهم دخلوا قال لك خرج لي الاخوان، خرج الاخوان. ملي خرجوا الاخوان بقاو غاديين حتى لهنايا، حتى قدام الباب ديال الدار ديال الفيلا اللي غيدخلوا فيها. الواو الاخ يدوه هنايا، شدوه من جلابته من القبو، بقاو كيتكرسوا عليه. خرجوا الاخوان اللي كيجي كيبقاو يدفعوا فيهم وهذاك الشيء. المهم حتى خرجوهم كاملين. ملي خرجوهم بداو كان كيغوتوا الاخوان حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. شويه هما يمشيو قطعوا الضوء، مشاو قطعوا المكانه، حيدوا الفيزيبلات ديال المكانه ديال الضوء. وهذا الشيء اللي